سافا هو من ابعد الكرة الاخيرة. فرانك يكمل معاها. انتهى الوقت المضاف ونلعب في الدقيقة 97. مينا يفتكها، مينا يمشي بها، يلعب العرضية. سافا تفوت الكرة خطيرة درنسية. هدف الثاني. قلبت الطاولة والابعاد والاستماتة. عادت الكرة للأجنف. مصطفى مرعي الوين يا مصطفى؟ الوين يا ولد مرعي؟ الوين يا مدرب يا مصري؟ إثارة الجدل ماركة مسجلة لهذا المدرب المصري. دخل الملعب في آخر الدقائق بطريقة غريبة مثيرة. دخل مصطفى مرعي داخل أرضية الملعب مطالبا بركلة جزاء، وإن لم يشهر عصام الجهاني البطاقة الحمراء كنت سأشيرها أنا في وجه مصطفى مرعي، كنت سأرفعها أنا في وجه المدرب المصري. غريبة وما قام به مصطفى مرعي غريب. رغم هذا القرار التحكيمي اللي قام به الحكم عصام الجهاني، هل كان محق فيه أو أخطأ فيه؟ القرار الفني والتحكيمي يعود لأصحاب الاختصاص، ولكن ما قام به مصطفى مرعي غريب وغريب جدا. في الشوط الأول لقبت مصطفى مرعي بالمدرب المثير للجدل، وفي الشوط الثاني يؤكد لي ما قلت، يؤكد للجميع ما قلت. وحتى إن لامني أحد المستمعين أو المحبين لفريق دارنس بأن مصطفى مرعي مثير للجدل، لكن مصطفى مرعي أكد في الشوط الثاني بدخوله والكرة ملعوبة ووصوله إلى عصام الجهاني. القرار الفني والتحكيمي لا أتدخل فيه، لا أبدي رأيي فيه، ولكن هذا الدخول يوضع تحت 5 خطوط لمصطفى مرعي. كرة وتدخل وخطأ، والصافرة عصام الجهاني تعلن عن نهاية اللقاء بالتعادل الإيجابي بين الجارين دارنس والصداقة هنا على أرضية ملعب صلاح سالم بمدينة شحات. إذن إلى الملتقى، تقبلوا تحياتي، أنا الحسين العبيدي، أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.